السلام عليكم. نتمنى من الله أن يكون كل شيء جيد. دوما نحتاج أن يكون لدينا دجاج بصحة ممتازة، وأن يكون لدينا إنتاج للبيض جيد، ولحم أيضا جيد. يلعب النظام الغذائي الصحيح والمتنوع دورا مهما في تحقيق هذه الأهداف. لكن هل يمكننا إطعام الدجاج بالخبز؟ وهل يمكننا الاعتماد عليه أم بنسبة معينة؟ وما دور الخبز في تقليص المصروف اليومي للدجاج؟ معظم الدول العربية والأفريقية يعتبرون الخبز أساسي في الوجبات اليومية لديهم، لذلك من السهل الحصول عليه. يمكن استعمال خبز المنزل الذي يكون فائض عن الاستهلاك، أو يمكن اللجوء إلى المخابز. فعندما يمر يوم واحد على الخبز لا يتم قبوله للاستهلاك من طرف الإنسان، فيتم توجيهه لأصحاب الماشية والدواجن، لذلك تجده بثمن وبحالة جيدة. يتم استعمال الخبز لتسمين الديوك والدجاجات بنسبة تصل إلى 50% من العلف الإجمالي، لأنه يلعب دور مهما في التسمين، كونه يحتوي على نسبة لا بأس بها من البروتين. واستخدامه للدجاج البياض أو الكتاكيت التي تجاوزت 3 أشهر بنسبة 30%، وهي نسبة جيدة. لتقليص المصروف اليومي فلا يمكن الاعتماد عليه كليا لإنتاج البيض. من الضروري أن يكون وجبة غير أساسية، رغم أنه يحتوي على المغنيسيوم وبعض البروتينات والحديد، حسب نوع الطحين الذي تم استخدامه. يمكن إعطاء الخبز للدجاج بشكل يومي، لكن لا يتعدى 30% من العلف الإجمالي، أو يمكن إعطائه 3 مرات في الأسبوع بنسب متفاوتة.